الناكح يريد العفاف حق على الله، كتب الله عليه أن يعينه. أيضا طلب الأنس والسكن النفسي، إن الإنسان يبقى عايز يأتنس بزوجه، واحنا قلنا والقلب يحوى ويتمنى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنس، سكن، مودة، رحمة في الزواج. فلما الإنسان يطلبهم يجدهم. أيضا الإعانة على حفظ الفرج، يريد العفاف، وإعانة امرأة مسلمة على حفظ فرجها، أن تعينها، إن هي صالحة، إنك تستعين بها على حفظ فرجك وتعينها على حفظ فرجها لتعيش، ليكون العفاف شعار الأمة لرفع البلاء. وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. السرطان المنتشر اليومين دول، اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض. النهارده الفشل الكلوي والفشل الكبدي والجلطة الدماغية والجلطة القلبية، الأمراض دي والشلل النصفي والمش عارف تصلب الشرايين، كل أسماء الأمراض الوحشة عياذا بالله. اللهم عافي المبتلين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. كثرة هذه الأمراض وانتشارها سببه انتشار الفاحشة، كثرة الفسوق والفجور هو اللي أنزل هذه الأمراض. ربنا أنزلها عقوبة بسبب انتشار الفاحشة. فلذلك التعاون على نشر العفة والعفاف يرفع البلاء عن الأمة. أيضا طلب الجنة. واحد بتتزوج ليه؟ عشان يدخل الجنة. يا سلام، الزواج دخل الجنة؟ ازاي؟ بإعالة الزوجة والولد، انك انت تعول زوجة وولد وتحسن إعالتهم، يكتب الله عز وجل لك الجنة بإعالة الزوجة والولد. أيضا إدخال السرور على قلب مسلمة. أيضا الصدقة، كل أمر تقوم به في بيتك يحسب لك صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مش هخلص، مانيش مخلص، لسه ليا ربع ساعة. اجري العب، ربنا يهديك يا مدى يتوب عليك. انا بحبكم في الله. انا اتأخرت شوية النهاردة فعايز يخلص حضرته. لا مش هخلص، هتقعدوا معايا اعلانات نص ساعة، حرام، خلينا انا معاكم اجدع. صح صح، طب احلف. اللهم صل على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. عمكم ابو اسحاق جاي النهارده ان شاء الله، استنوه. ربنا يهديه ويعفو عنا وعنه يا رب العالمين، ويغفر لنا وله ويصلحنا وإياه ويرزقني وإياه الإخلاص في القول والعمل، ويستعملنا وإياه لنصرة الدين، وأن يجعلنا من المتحابين في الله، لأن أنا بحب الراجل الطيب ده صراحة. يعني هو راجل طيب على فكرة، خلوا بالكم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم: وإنك مهما أنفقت من نفقة، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. لما تحط لها لقمة في بقها، في تمها، في فمها، لما تضع لها لقمة في فمها، اهي دي ربنا يكتب لك بها أجر، يكتب لك بها صدقة. سبحان الملك. الإمام النووي في شرح صحيح مسلم بيقول كلام جميل قوي، قال: فيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر. يعني إيه؟ حق امرأتنا، قيل: ما حق امرأة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها مما طعمت. حقها علي إن أنا أوكلها من اللي أنا باكله، ده حقها، ده فرض يعني علي إن أنا أوكلها، لو ما وكلتهاش أأثم. فالحقها ده وافق حظ نفسي وأنا بضع لها لقمة في فمها بود وحب وحنان وكذا وكذا. إذا أنا فعلت هذا شهوة كتب لي بها أجر. تخيل أنت بقى.
وفي بضع احدكم صدقة، ايأتي احدنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم. ارايت ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك اذا وضعها في حلال. فالانسان ممكن يدخل الجنة بانه فعلا بيداعب زوجته، هذا يكتب له به اجر. انه بيوكلها يكتب له به اجر. انه يسأل عليه انه يكتب له بها اجر. انه بيسعدها. وكذلك الزوجة لو عملت كده مع زوجها. هيجي معانا لما نتكلم عن حقوق الزوج والزوجة. خليها بقى دي المرة الجاية يا عم مدني، ما تزعلش، خلاص خلصنا. انا بحبكم في الله. موضوع الزواج موضوع خطير، وانا نفسي فعلا ما اعملش الهيصة اللي انا اعملها دي. اتكلم بالراحة وبترتيب وهدوء زي العلماء والمشايخ كده. وينبغي على الزوج ان يكون في كذا وكذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا لنفقه القضاء.